انا ليا سؤال بس لابراهيم سعيد. اتفضل. انا ابراهيم سمعتك بتقول انك انت سبب في نجاحي 2005. طب ومين سبب في نجاحي 2014؟ بس مين ثواني يا سبب ريس، في بس نجاحي انت 2017؟ ثواني بس يا استاذ مستشار، اولا ثانية حضرتك واحدة بس واحدة ايه، معاك انت خدت الجزء، اللي حضرتك عايز تاخده على لا مش انا عايز اخده اللي عليك جالي. انت حضرتك لو كملت الموضوع. انا ما كملتش، انا ما عادش اتفرج، انا بس هي دي النقطة. انا جالي بص يا سيادة المستشار، انا جالي الجزء ده يا سيادة المستشار عشان بس ما حدش يكلمك يوصل لك معلومة غلط. يا بيه، حضرتك تابع المعلومة. انا ما اتكلمتش ان انا قلت انا اللي نجحتك، قلت ان الصفقة بتاعتي كانت من ضمن اسباب لسياده المستشار ان ينجح في رئاسه النادي الزمالك، بس ده اللي انا قلته. وقلت اكتر واحد وبشكرك ان انت خليتني اتعرف على جمهور نادي الزمالك وحببتني فيه. فما تخليش حد يا سياده المستشار يوصل لك حاجه ما حصلتش. يوقع بينك وبين اهدى بس. ما اهدى ايه بس؟ ما انت داخل عليا سخن يا سياده المستشار. لا ولا سخن ولا حاجه. يعني ايه سخن؟ لا ما تزعليش. لا ما تزعليش. اول مره اخش هادي يا سياده المستشار. هو انت حضرتك ناس بتوصل لك حاجه غلط. انا بقول لك طب مين نجحني 2014 و2017؟ انا ما اتكلمتش في كده. ده انا قلت سياده المستشار هو الوحيد اللي حببني في نادي الزمالك واكتر واحد تعامل مع ابراهيم سعيد. انت حضرتك في ناس بتوصل لك كلام يا ابن الحلال، هم بعتوا لي الحته دي. هو الراجل اللي وصل له حاجه. لو هو كمل الفيديو هيلاقي ان انا متكلم. ما قلتش ان انا اللي نجحتك، قلت ان انا صفقتي كانت بس. يا ابني عايز اتكلم معاك. اتفضل يا الراجل عايز اتكلم معاك. اتفضل. لا برضه ابراهيم قلت ان الاستاذ مرتضى ما ادانيش فرصتي. انت فاكر ان انا قلت لك يا ابراهيم ابدا في قطاع الناشئين؟ ابدا. انت عرضت عليه الموضوع ده يا سياده المستشار وابراهيم رفض يعني؟ لا اتكلمت فيه، انا ما رفضتش، قلت له مش هقدر. قلت له ابدا بقطاع الناشئين، واخد بالك؟ وبعدين ايمن عبد العزيز ولا امير عبد العزيز ولا كل اسامي دول بداوا في الناشئين. تمام، لغايه ما وصلوا اشتغلوا مع الفريق الاول. لان انا مقتنع، قلت قبل كده افضل لاعب جه في تاريخ مصر ابراهيم سعيد. تاني افضل لاعب جه في تاريخ مصر ابراهيم سعيد. عارف يا ريس والله انا ما اتكلمتش. وقلت قبل كده ان ليه موقف مش هنساه، ان انا جبت له كمال درويش ما كانش طايقه. تمام، فطبعا فلوس مش هتطلع من النادي، جبت له 300,000 من عندي. هو قال كده. انا كل ده قلته على فكره. على فكره هو ده كل اللي انا قلته. بعد ما مشي شويه كلمني قال لي والدي هيكلمك، قول له 290 بقى. قلت له ليه؟ تمام والله وشكرتك وكل حاجه وما فهمتش. فقلت ده شيء محترم. يا سياده المستشار انت والدي وانت عارف ان انا بحبك ازاي. يا عم ابراهيم اهدى انت بقى شويه. انا هادي والله يا سياده المستشار.